السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ شايفين الطبق الجميل اللي قدامنا ده عبارة عن رز بقطع الفراخ والبطاطس زي ما قلتلك في عنوان الفيديو. بطاطساية واحدة وصدر فرخة هتعملي غدا كامل وفي حلة واحدة. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشوف عملنا ايه. انا جبت الحلة بتاعتي اهي اللي هنشتغل فيها، حلة على النار، حطيت فيها بصلاية صغيرة متقطعة قطع صغيرة وشوية زيت وفص توم، وهديهم تشويحة بس كده على النار. شوية ملح طبعا مع شوية فلفل اسود. غدا بسيط جدا، واحلى ما فيه انه في حلة واحدة، مش هتكركبي المطبخ ومش هتقفي كتير في غسيل المواعين وكده. ادي صدر الفرخة اللي انا قلتلك عليه. انا بصراحة ده ما كانش عندي صدر، ده ورك بس مخلي طبعا ومتقطع قطع صغيرة. نزلت بيه على البصلاية وفصين التوم المتقطعين وهشوح ده كله مع بعض. وطبعا هنا عندي توابل، ملح، فلفل اسود وكمون وشوية من بهارات الفراخ اللي هي 7 بهارات، واقلب ده كله مع بعض. الوصفة دي كانت امي الله يرحمها بتعملها بالبطاطس بس من غير الفراخ، بس انا قلت اضيف لها الفراخ تديها قيمة غذائية، وعندي الولاد ما بيحبوش البطاطس بس كده. يا ريت ندعلها بالرحمة ويرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب ان شاء الله. هنا انا ضفت للفراخ نص كوباية من المية عشان تستوي، وادي البطاطس انا مقطعها مكعبات وقليتها نص قلية، يعني لغاية ما اخدت اللون الذهبي. بس طبعا ما عملتلكوش المقطع ده عشان ما اطولش الفيديو عليكم. وبعد ما الفراخ استوت 3/4 سوا حطيت عليها البطاطس، وادي الرز بتاعي غسلته وصفيته كويس وهنزلت بيه على الفراخ والبطاطس واقلب ده كله مع بعض. بس كده ادي الوصفة خلصت، وادي غدانا خلص كله النهاردة وفي حلة واحدة. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. يا ريت اللي مش مشترك في القناة ينورني ويشترك في القناة، واللي ما دس لايك يدوس اذا الفيديو عجبه. هقلب ده كله مع بعضه، وهنضيف بقى شوية فلفل اسود ونضيف الملح بتاع الرز بالشكل ده. طبعا هجهز مية سخنة نضيفها للرز ونسيبه بقى يستوي على لغاية ما يغلي والمية تتشرب خالص. اهدي عليه النار لغاية ما يستوي. بسم الله، ادي المية اهي. بالشكل ده يغلي شوية على النار، ولما المية تخلص خالص من عليه اهدي عليه النار لغاية ما يستوي. بس كده تقليبة بسيطة كده اهو. ويلا بينا نغرف بقى الطبق بتاعنا اهو. شايفين يا جماعة شكله جميل ازاي ومستوي ومش معجن. وجبة بسيطة جدا وجميلة ومغذية، جنبيها شوية سلطة وغدا بسيط وخفيف. اتمنى يا رب الفيديو ينال رضاكم ويعجبكم وتستفادوا منه بإذن الله، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.